الصورة اللي قدامك دي لجامع محمد علي، اللي هو بنسميه جامع الألاباستر وجامع المرمر، وهنعرف في الفيديو ده ليه يتسمى بالأسامي دي. الجامع ده موجود في قلعة صلاح الدين الأيوبي أو قلعة الجبل، ومن فوق نقدر نشوف معالم القاهرة القديمة. منظر طبعا رائع جدا. واحنا دلوقتي واخدينكم معانا وطالعين للجامع، لان هو اتبنى في اعلى مكان في القلعة، ولذلك بنطلع له بقى بسلالم عشان نقدر نوصل للجامع. زي ما انتم شايفين كده الجامع التخطيط بتاعه زي تخطيط الجوامع بتاعه تركيا، زي أنقرة، زي اسطنبول. وهنلاقي الجامع كله باللون الأبيض، اللي هو نوع من أنواع الرخام برضو، الألباستر، بس لونه أبيض، وعشان كده سموه جامع المرمر. هنلاقي كمان ان الجامع دوت بالظبط بيشبه تماما جامع في اسطنبول بيسمى بجامع نور عثمانية، وده جامع مشهور جدا هناك. وما تنساش وانت هناك تشوف اهم حاجات ومتاحف موجودة هناك، في اكتر من متحف، زي المتحف الحربي ومتحف الشرطة، وفي متحف برضو بيضم الحاجات بتاعة محمد علي. حاجات هتعجبك جدا ان شاء الله. فنكمل بقى كلامنا على جامع محمد علي. زي ما انتم شايفين كده قدامك الساحة الكبيرة دي فيها حدائق، فيها اماكن للاستراحة يعني، لان طبعا القلعة كبيرة جدا وبتحتاج ان انت من فترة تانية يعني تقدر تستريح شوية. واحنا دلوقتي في الساحة اللي بتاعت الجامع او الفناء المكشوف اللي بيسموه حرم الجامع. وطبعا الجزء اللي هو بيبقى مغطى اللي هو الجامع نفسه او المصلى. بنلاقي ان الجزء الاوسط اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي بيتوسطه نافورة اللي هي دي رائعة الجمال من الألاباستر، وطبعا عليها زخارف جميلة جدا. والجامع ليه مئذنتين كده على شكل قلم. وهنبص نلاقي ان السمة المميزة ليه اللي هي القباب الصغيرة دي اللي بتنتهي بالهلال والنجمة، ودول كانوا مميزين للأسرة العلوية. في منتصف الجهة الشمالية القريبة من البرج اسمه الساعة، ده الساعة دي مهداة من ملك فرنسا فيليب لويس، وبالتالي محمد علي باشا أهداه هو كمان المسلة اللي كانت موجودة على يمين معبد الأقصر، وموجودة دلوقتي في ميدان الكونكورد. زي ما انتم شايفين كده الجامع من بره له مئذنتين، قلنا المئذنة على شكل القلم. والمنظر طبعا الساحة كبيرة جدا، وفي كل الأحوال انت بتبقي لابسة زي كده، بدل الشوز طبعا بيبقى مغطى بشوز تاني من البلاستيك كده بنلبسه أول ما نكون داخلين، لأن احنا بندخل دلوقتي على الجامع، وما ينفعش طبعا نكون لابسين الشوز كده على الأرض مباشر يعني. هندخل بقى للجامع اهوت. زي ما انتم شايفين رائع من جوه. بنلاقي ان اللي بيشد انتباهنا واحنا داخلين كده القبة اللي في النص دي كبيرة قوي اللي في السقف، وحواليها قباب تانية اصغر، وفي حوالين القبة الرئيسية زي ما انتم شايفين اهو مثلثات كده مكتوب عليها اسماء الخلفاء الراشدين. وفي اجزاء كده متدليه كده من اعلى، اللي هي دي الحاجات دي معموله في الفتره العهد الحديث، اللي هي الاضاءات دي كلها في العهد الحديث مش من ايام محمد علي، اللي هي الانارات دي. بنيجي بقى بنلاحظ طبعا ان هو من جوه كله معمول بالالاباستر، والالاباستر هنا بيحافظ على درجة الحرارة بتاعة المسجد. بنلاقي كمان احنا قلنا قبل كده ان هو متغطي القباب ده ايه اللي احنا شايفينها من اعلى بالرصاص، والرصاص ده بيمنع نفاذ اشعة الشمس والبرودة، وبالتالي الجو بيبقى جوه الجامع جميل جدا، مش محتاج تكييف ولا اي حاجة. من فوق بقى نشوف اللي منورة فوق دي الإضاءة فوق اللي هو في الدور العلوي دي اللي هي المقصورة
دي بتاعة محمد علي باشا، ودي كان بيصلي فيها هو والناس بتوعه اللي هم الحاشية الموجودة أثناء الاحتفالات أو للصلاة. بنشوف كمان في وسط الجامع من اعلى برضو اللي هي النجفة الكبيرة قوي الرائعة دي اهي. النجفة دي برضو مهداة من الملك فيليب لويس اللي هو بتاع فرنسا، مع الساعة اللي احنا شفناها في الخارج. زي ما انتم شايفين الجامع معمول عمله او المهندس اللي عمله مهندس تركي. وطبعا المهندس ده اسمه يوسف بوشناق. وكل بقى الحاجات اللي متركبة دي كلها بأيدي مصريين. الزخارف اللي اتعملت والالاباستر وكل الحاجات دي، السقف كله متغطي بخشب مدهون ومتركب بقى عليه الحاجات والزخارف اللي انتوا شايفينها الجميلة دي. واحنا اتكلمنا على النجفة اللي الكبيرة الجميلة دي خلاص. زي ما انتوا شايفين المنبر ده او الكرسي ده بتاع المقرئ اللي بيقرأ القرآن. في ايه كمان مميز للجامع اللي هو اللي هناك ده اللي هو المنبر اللي اهداه الملك فاروق، وده من الالاباستر. والمنبر ده المنبر الاصلي للجامع، وطبعا هيبقى من اعلى موجود برضو. هتلاقوا عمودين كده شبه المئذنتين، وطبعا مكتوب فيه محمد رسول الله، ومعمول بمذهب برسوم ونقوشات جميلة جدا زي ما انتم شايفين اهو. القلمين دول اللي هم على جانبين المنبر ده المنبر الاساسي الاصلي. وطبعا الوقت اللي مستخدم منبر الملك فاروق اللي هو اهداه طبعا للجامع، وهو عمله بصمة لجده الاكبر محمد علي باشا. وبنلاحظ كمان اللي في الركن البعيد مكسورة من النحاس اللي انتوا شايفينها دي دفن بداخلها محمد علي باشا، وهي عبارة عن تركيبة من الرخام الأبيض الناصع المستورد من إيطاليا ومن بره من النحاس. وكده انتهت رحلتنا. وزي ما انتوا شايفين في دلوقتي باينه قدامك تحت دي مكان للهدايا التذكاريه للمكان اللي انت زرته في القلعه والمتاحف ممكن لو كنت دخلتها. وعايزه اسالكوا دلوقتي لو انت رحت القاهره تحب تشوف مين الاول، القلعه ولا تروح الاهرامات؟